الشهر صايم مشرف عالركض ونتابع لسيره والنجاح. أعزائي المشاهدين، التواصل يستمر شكل اللجنة الرئيسية المنظمة لهذا السباق على الجهود المبذولة في أرضية هذا الميدان، وعلى هذا أيضا التحديات اللي تحضر في هذا الميدان. شوط آخر ينطلق من أشواط الخير والبركة، حمل الآمال والطموحات لنيل الفوز والانتصار واكتساب النقطة الذهبية في هذا اليوم المميز. نذهب مع المركز الأول، وهذه تحمل رقم 8 وغير مدونة في كشف البيانات، لكن المركز الثاني أرى أيضا من واقع الشعار ولكن غير مدونة في كشف البيانات الخالد بن سالم الهديوي على ما يبدو الشعار الأول، أيضا بشعار جاسم بن عوض الهديوي في أولى المراكز. المركز الثالث نرجم الجميع التقيد بتسجيل مطاياهم. المركز الثالث شواهين عوض بن حميد الهديوي في ثالث المراكز. المركز الرابع أرى الدخول والتحقيقات من الشاهينية حمود بن سعيد الهديوي. والمركز الرابع من الجانب الآخر هذا الشاهينية علي بن حمد المغيري في رابع المراكز. والمركز الخامس أرى مرعوشة مايد بن سلطان اليحافي. وآخر النداء مع المركز الشاهينية خالد بن عبيد البلوشي. لكن أعود مع المركز الأول. الله 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 الله، هذه التحديات المثيرة اللي غيرت وراحت بالناموس والانتصار مع المركز الأول. هذا الشعار الله الله الله، ولكن خالد بن سالم الهديوي مع الشعار. المركز الثاني مع المغيري، التحديات المثيرة الله الله الله. أو اليحافي مرعوشة مايد بن سلطان اليحافي مع المركز الثاني، لكن الأول مع هملولة، بسميها هملولة الله 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 على هذا الشعار. هذا التحدي مع المركز الأول مع اليحافي مع المركز الأول. محمد بن علي اليحافي راح بالناموس، راح بالانتصار مع المركز الأول الله الله الله. إذن هملولة محمد بن علي اليحافي، أسعد الله صباحك بالفوز والانتصار، أصول خط النهاية مع الفوز والناموس والانتصار. المركز الثاني مع اليحافي مايد سلطان. المركز الثالث مع أيضا الشاهينية حمود بن سعيد الهديوي ثاني والناموس المالك هملولة محمد بن علي اليحافي على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت 2:04 12 قزم من الثانية. تهانينا والناموس.